بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة والأخوات، حياكم الله وبياكم، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. بإذن الله اليوم نحن مع طريقة فك أو إبطال السحر المرشوش على الجدران والأبواب والمكاتب والسيارة والطرق إلى غير ذلك. المهم، السحر المرشوش الذي مثلا أنت جئت أو أنت ووجدت سحر مرشوش، دم أو نجاسات أو ماء أو زيت أو إلى غير ذلك، مرشوش على الجدار، مرشوش مثلا لقيته هنا مرشوش. جيد. هو الرش بالرش يفلح. أنت مثلا رشوا لك سحر، ترش فوقه الماء المرقي مع السدر والملح وإلى غير ذلك. ها، الرش بالرش يفلح، ولكن كاين طريقة أخرى فعال على هذه. أنت مثلا وجدت سحر مرشوش على الجدار، ما تجيش ترشه هكذا فقط، أو تمسحه مثلا، تمسح هكذا. هو جيد تمسحه كذا، ولكن هذا رش بعهد ونجاسة إلى غير ذلك، بعهود ونجاسات. وتحكم الماء، ماء دير تضيف، تحكم كمية من الماء، تضيف فيها كمشة من الملح، ملح الحية أو الملح الصخري أو ملح الرقية، أو كل واحد كيفاش يسميه، كل منطقة كيفاش تسميه. يباع أيضا عند العطار أو العشاب، عادي. العطار هو نفسه العشاب. تضيف له قارورة من مسك الأسود، المسك الأسود، دير القارورة كاملة لداخل، وتزيد تدير مثلا إلى كان موجود كأس ماء زمزم، تضيفه لداخل. كأس ماء زمزم، المسك والملح، ودير له ماء الورد، أو الخل روعة في إبطال السحر. الخل تزيد له كأس ولا نصف كأس خل. نعم. تجمع الخليط تاعك، تقرأ عليه سورة الفاتحة متكررة 7 خطرات أو 10 أو إلى غير ذلك، مع النفث في الماء، جيد. تقرأ سورة الفاتحة، تقرأ المعوذات، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل يا أيها الكافرون. تقرأ سورة الزلزال، تقرأ سورة البقرة، أوائل سورة البقرة، آية الكرسي، عفوا ماشي سورة البقرة كاملة، أوائل سورة البقرة، آية الكرسي، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وتقرأ أيضا أواخر سورة البقرة، آمن الرسول. وتقرأ آيات إبطال السحر، الآيات المذكور فيها السحر. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. وقرأ ما تيسر لك من القرآن. قبل أن تلمس السحر أو كذا، لابد أن تحصن نفسك جيدا بالأذكار أو بالمعوذات، تقرأها على نفسك. المستحب أن تكون محصنا أفضل، لأنه يستطيع أن يؤذيك هذا السحر. هذا الماء، تحكم الماء، خالط الماء تاعك مثلا، تحكم الخليط الماء تاعك، تصبه على السحر وتحكه هكذا. وشوف، واحكم كمية من الملح الخشن، ديروا هنايا. شوف، هاد المنشفة تحكم كمية من الملح الخشن، توضعها داخل المنشفة، ما تشمخهاش داخل المنشفة، وتزيد لها المسك الأسود، اخلطهم داخل المنشفة تباني جيدا. وارمي الماء هذاك اللي لقيته، الماء اللي لقيته، ارميه على السحر، واحكم الملح الخاشن هكا، وامسح. ماشي تمسح فقط، اضغط هكذا، اضغط بقوة لكي يمحى كله. لازم هذاك مثلا ماشي ترشوه برك. لقيت مثلا سحر هكا، ترشوه هكذا. قاعدة عند الرقاة، الرش بالرش يفلح. رشوا لك ترش، لا هكذا، اضغط
او تقدر تستعمل بهذاك الماء، تقدر تستعمل ماذا لقيته في الباب ولا المكنسه اللي تسمى بالعاميه البالي. هنا في الجزائر نسموه البالي، خارج الجزائر يسموه مكنسه، كل واحد كيفاش يسميه. بالمكنسه تحك او في الارض، لازم يتنحى من الاعماق، لابد من السحر المرشوش ان ينزع من اعماقه، ما يبقاش حتى شيء لاصق في الجدار او في الارض او في السياره او في المكتب او في اي شيء. لابد من ازالته كله من جذوره باذن الله، والله الشافي. وهذه الطريقه جربناها باذن الله ونفعت باذن ربها واتت اكلها. انا شخصيا يرشوا لي الاسحار ونستعمل الطريقه هذه عادي، نحكه جيدا ونحك نضغط بالمكنسه وكذا. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفينا جميعا، آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا تنسوا تفعيل الإعجاب وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله. وادعوا لنا إن شاء الله ربي يوفقنا وإن شاء الله ونستمر على هذا المنوال إن شاء الله. السلام عليكم.